رفض موظفو سجن الزاكي بسل تمكين والدة الشاب المعتقل الشهير بحمودة من زيارة ابنها بعد ضرورة الإدلاء بكناشة الحالة المدنية. وقالت والدة حمودة لموقع بديل: لقد تكبدت عناء السفر من مدينة آسفاي صوب مدينة سلة من أجل الاطمئنان على ابني، لكن الموظفين رفضوا تمكين من زيارته مطالبين بإحضار الحالة المدنية. وأردفت المتحدثة: رغم أني أحضرت معي بطاقة تعريفي ونسخة من بطاقة تعريف ابني التي تتضمن كل المعلومات الواردة في الحالة المدنية، إلا أن الموظفين بالمؤسسة السجنية رفضوا ذلك، مؤكدين على ضرورة الإدلاء بالحالة المدنية للتأكد من أن والدته من جانبهما. اعتبر كل المحامي الحبيب حجية والخبير القانوني محمد الألهيني أن ما أقدم عليه الموظفون بإدارة السجن الزاكي هو تعسف إداري وحق أريد به باطل. فيما قال المحامي محمد المسعودي إن الموظفين بإدارة السجن ملزمون بالاكتفاء بالبطاقة الوطنية على أن يؤكد السجين بأن السيدة هي والدته فعل حتى تتم كنا من زيارته. يصلك كل جديد. اشترك الآن.